بتحقيق نتيجة إيجابية وبالتشكيلة التي دخلت. ما الذي حدث اليوم سمير العماري حسب رأيك؟ أولا نتيجة مخيبة تضع الفريق الوطني في موقف صعب. دي الديبي دو تورنوا رانا او بيي دي ميرس، لأننا لازم نرياجيو ضد الأردن ولازم نربحوا ضد الأردن. دونك اون سي مي لا بريسيون. يفو دير لا فيريتي، اون جوي ضد فريق أقوى منا، سير المقابلة كما يريد، سجل أهداف في أوقات أوقات حساسة، كسرت المنتخب الوطني. نظن ان احنا تكلمنا على الكثافه في الميليو تيران ولا اغريسيفيتي في الميليو تيران، فلا بريزون. فهذه ما كانتش وهذا نقطه استبهام. والميليو تاعنا ثاني كان لاطاك تاعنا فوضويه شويه، فوضويه. ونا با يافي با سيت ميتريز، يافي با سيت رابيديتي، اون ايتي تري لون. المنتخب الوطني كان غايب. وهنا انا نتساءل كيفاش لاعب كيما ميسي نطلقوا له، نخلوا له مساحات لعبنا كوم سي اون سافي كو l'Argentine était supérieure à l'Algérie. Un entraîneur est censé avoir un plan pour stopper les forces تاع l'adversaire. هنا شفنا ميسي دار واش يحب ماركا بيت، رغم انه كان في بعض الفترات لا يظهر، ولكن في كي يحب ياكسيليري يماركي لنا دون لاكس كيما قلت 3 فوا دون لاكس، ديرك لا فاسيليتي. ونزيد نقول لك باسكو فو دير لا فيريتي، الارجنتين اليوم لعبت تاع الريتم تاع الجزائر، ربحونا 100. انا جو بونس با هذا هو لو فوليوم دو ترافاي، لو فوليوم دو جو تاع الارجنتين ريال. لعبوا يعني رتم اللعب تاعهم اعلى، ولكنهم سيروا اللقاء، سيروا المقابله. اللاعبين خيبوا. انا كنت جو ماتوندي بيو دو بن طالب، دو بوداوي، دو مازا، دو حاج موسى، سورتو مام البدلاء اللي دخلوا ما جابوش لو بلوس. يفالي او موان سوفي لونير بار ان بيت. جو بونس كو اليوم ما كناش في الاطار. انا والله غير سا ما رابيل ان بو لا ديفات تاع نيجيريا في لا كوب دافريك. سي اليوم ما كناش بالسوء اللي لعبنا به امام نيجيريا نسبيا، ولكن سي لا ميم امبرسيون. اون لامبرسيون كاين فرق بين الارجنتين والفرق في المستوى، وهذا المستوى مازال ما لحقنالوش. واضح. خلينا نروح لسامي العماري اللي راهو طري ديسو، رغم انه قبل اللقاء كان متفائل بتحقيق نتيجه ايجابيه وبالتشكيله التي دخلت. ما الذي حدث اليوم سمير العماري حسب رايك؟ اولا نتيجه مخيبه تضع الفريق الوطني في موقف صعب.